بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ بسمة أمل. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة وبعافية. الوصفة تاعنا تاع اليوم غادي نديرو كيكة الفلون ولا تحلية باردة بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، وطريقة التحضير تاعها ولا أسهل، ما فيهاش حتى تعقيدات، والذوق تاعها يجي ولا اروع. ننصحكم تجربوها وما تندموش. نروحوا نحضروا مع بعض كيكه الفلون تاعنا. بالنسبه للمكونات اللي نحتاجوها في الوصفه تاعنا، المكونات تاعها سهله. نحتاج كميه من الفلو، حوالي 5 مغارف نتاع فلو كبار يكونوا بومبي معمرين. نحتاج كذلك اي نوع تاع بسكويت يكون عندنا. نحتاج كميه من القهوه، ونحتاج كذلك كمية من الحليب حوالي 3 كيسان. نروح نحضروا مع بعض الوصفة تاعنا. نجيبوا الكاسرونة نديروا فيها كاس ونص نتاع الحليب تاعنا راه بارد. الكاس الاول نزيدوا نصف كاس الحليب، ونضيفوا للحليب تاعنا حوالي 2 مغارف ونص نتاع فلو. 2 مغارف يكونوا بومبي ونص، ونحرك الكل على النار حتى اللي يغلي الخليط نتاعنا. وهنا بعد ما غلى الخليط تاعنا خليناه برد غير شويه، ونجيبوا المول اللي غادي نستعملوه. نستعمل هذا المول دائري، كل واحد واش متوفر عنده، ونسكب فيه كامل الكميه تاع الفلو اللي راها عندي. ونديروا الفلو تاعنا في الثلاجه حتى لهاد الطبقه تجمد نتاع الفلو كيما رانا نشوفوا هنايا راهي جامده. هنا نجيبوا كميه من القهوه والبسكويت تاعنا، ونبدا نغمس البسكويت تاعنا في القهوه بهذه الطريقه. نغمس كامل الحبات تاع البسكويت اللي راهم عندي، ونديرهم كطبقه ثانيه فوق الفلون تاعنا. الوصفه كما رانا نشوفوا سهله، ما فيهاش حتى تعقيدات، توجد في مده قصيره، والبنه تاعها تجي ولا اروع. هنا بعد ما كملنا كامل الكميه تاع البسكويت تاعنا وشمخناها بالقهوه، نديروا هذه الطبقه الثانيه تبرد في الثلاجه حوالي مده ربع ساعه، ونروح نحضروا مع بعض الطبقه الثالثه اللي حضرناها بالفلون. درنا كاس ونص نتاع الحليب، وزدنا عليه 2 مغارف ونص نتاع الفلون، وندير الخليط نتاعي فوق النار حتى اللي يغلي ويتجانسوا المكونات تاعنا. وهنايا بعد ما جمدت الطبقه الثانيه كذلك في الثلاجه، ضفنا عليها هاد الحبيبات تاع الشوكولا. انا الحبيبات تاع الشوكولا يبقى اختياري، اللي حب يزيدها يزيدها، ما حبش ما يزيدهاش، كل واحد واش متوفر عنده وكل واحد واش يحب. انا استعملت الحبيبات تاع الشوكولا السوداء والبنيه، عطات جو شباب للتحليه تاعنا. وهنا خلينا الطبقه الثانيه تاع الفلو بردت غير شويه، ونضيفوها كطبقه ثالثه فوق البسكوي بهذه الطريقه. نضيفوها بالكامل. بعد ما ضفنا الفلو تاعنا كطبقه ثالثه، نخلو الفلو تاعنا يبرد غير شويه وندخلوه للثلاجه، نخلوه مده 2 ساعة باش ينقلب معانا بسهوله. وهنا نروح نشوفوا كيكه تاع الفلو تاعنا في صحن التقديم. شهيتكم في الجنه. نتمنى تعجبكم الوصفه تاعنا تاع اليوم وتجربوها. وصفه سهله واقتصاديه والبنه تاعها روعه. هذه التحلية باردة ومنعشة، والذوق تاعها ولا أروع، توالم موسم الصيف بامتياز، والشكل تاعها يجي راقي كما رانا نشوفوا، توالم مناسباتنا وأفراحنا ولماتنا. واللي اشتركوا في قناتي نقول لهم مرحبا بكم، كبرتوا لمتنا.
شرفتونا. واللي مازال ما اشتركوش في قناتي نقول لهم ما تنساوش تشتركوا في القناه تاعي وتدعموها باش يصلكم كل جديد. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه في فيديو جديد ووصفه جديده سهله واقتصاديه كما العاده. ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه وبعافيه، ومع السلامه.